بعد اللي حصل في ملف 304 كنت عارفة حاجة واحدة بس، إن أنا دخلت لعبة أكبر مني بكتير. لعبة مش مفهومة، مش بس في الاسم، لكنها كانت جاية لي تتربص لي وتتلاعب بكل أحاسيسي. رجعت بيتي بعد رسالة الساعة 3:04. قعدت ساعات أحاول أفهم الصور، الظلال، الأصوات، كل حاجة رجعت تدور في دماغي. كنت بحاول أهدى، بس الشعور بالخطر كان ملموس، كأن الظل نفسه قاعد جنبي مستني أي حركة مني أو أي خطوة غلط. الصبح بدأت أدور على أول ضحية، الرقم 0. أول شخص فتح الملف الملعون، ملف 304، كان اسمه ماجد. والكلام ده حصل سنة 1996. ما كانش فيه أي دليل على وفاته، كل حاجة كانت غير مفهومة. جثته ما لقوش ليها أي أثر، كل اللي سابه وراه صور وملفات وأوراق قديمة كلها تحذيرات. قررت أروح للبيت القديم بتاع ماجد. لقيت مكان مهجور وأبوابه مكسورة، الإزاز بتاعه متكسر وريحة العفن طالعة من كل حتة. حسيت بالبرد بيخترق جسمي، كل خطوة أخدتها كانت بتطلع صوت كبير بصمت هادي، ما كانش فيه غير صدى أصواتي، كأن البيت بنفسه بيرد على جوه البيت. بدأت أفحص كل حاجة، الصور على الحيطان، كل صورة فيها وشوش كلها كانت بتاعت ماجد بس. لكن لما دققت لقيت ان ورا وش ماجد وراه ظل غامض، نفس الظل اللي ظهر لي في الملف. حسيت ان جسمي كله بيترعش، صوت الرياح بيدق على الشبابيك كأنها بتحاول تحذيري. لقيت دفتر ملاحظات قديم، ولقيت كلمات مكتوبة بخط صغير، كلمات متقطعة بتتكلم عن حاجة عايشة معاه، حاجة مش بشرية أبدا، حاجة كانت بتتبع كل حد يقرب من الملف. كل صفحة كانت بتصرخ بالتحذير، لكن بطريقة صعبة. قرأت عبارة واحدة مكتوبة بوضوح: من يفتح الملف يصبح نسخة تراقب الآخرين وتختفي همسة. حسيت إن قلبي بدأ يدق، وحسيت بغصة في حلقي مش عارفة إيه سببها. بدأ قلبي يدق بسرعة، كل حاجة جوايا كانت بتحذرني، كل حاجة كانت بتقولي إن أنا أوقف اللي بيحصل، بس الفضول كان أقوى مني. كنت مضطرة أفهم. خرجت من البيت لقيت الجو مظلم والغيوم مغطية السما والرياح بتعصف، كل صوت بعيد كان شكله قريب، كل ظل على الأرض باين كأنه حي. حسيت إن حد بيراقبني، نفس الإحساس اللي في الاسم، نفس الشعور إن في حاجة بتقرب، حاجة مش شايفاها بس هي موجودة. بدأت أدور على أي تسجيلات أو وثائق قديمة، أي حاجة تدلني عن ماجد أو تفهمني إيه حصل له. لقيت شريط مسجل فيه صوت، كان صوت خافت مليان خوف: هيغيرها وترجع زي الرعشة اللي كانت في صوته. كان قريب، انه بيهمس في ودني. حسيت بحاجة ورايا، نفس الظل بيتحرك ببطء. بعدها بدأت اكتشف مواقف مخيفة. كل ضحية قبل ما تختفي كانت بتسمع أصوات، كانت شايفة ظلال، كانت حاسة إن حد بيراقبها. كلهم كتبوا في اليوميات إن حياتهم مش هترجع زي ما كانت، وإن اللي يقرب من الملف بيبقى جزء من اللعبة، جزء من الكيان. وقتها بدأت أفهم ملف 304، بدأت أعرف إنه مش مجرد ملف، هو بوابة للغموض وللظلال وللكيان. كل ضحية تختفي، كل ضحية بتبقى جزء من الكيان، حاجة حية، حاجة مش بترحم، حاجة بتتعلم، حاجة بتراقب. بدأت أفهم ملف 304، عرفت إنه مش مجرد ملف، هو بوابة للغموض، للضلال، للكيان. كل ضحية تختفي، كل ضحية بتبقى جزء من الكيان، حاجة حية، حاجة مش بترحم، حاجة بتتعلم، حاجة بتراقب كل فتحة وكل صورة. كل ده كان جزء من خطة كبيرة محدش فاهم فيها أي. أسمع خطوات تقيلة ورايا في الشارع، خفت، اتلفت بس ملقتش حد، لقيت بس ظل على الأرض بيتحرك معايا. كل ما امشي الظل بيتحرك، كل صوت كنت بسمعه كان بيقرب، كل حاجة فجأة بقت ساكتة، حتى قلبي بدأ يسرع. رجعت البيت، حاولت أسجل كل حاجة في البودكاست، كان صوتي متردد ساعات بيتقطع، أصوات خفيفة في الخلفية كأن حد بيراقبني وأنا بسجل. نفس الشعور، نفس الظل، لكن المرة دي حسيت إنه أقوى وأقرب.
في ليلة تانية الساعة قربت على 3 و4 دقايق، نفس الوقت اللي حصل لي فيه كل حاجة الليلة اللي فات، نفس الساعة اللي بيختفي فيها كل حاجة. الموبايل رن مرة تانية، كان بيرن عشان في رسالة اتبعت كان مكتوب فيها النسخة الجديدة بتقرب منك. حسيت بوجع في معدتي وحسيت بالبرد بيمشي في كل أطراف، كل حاجة بقت ساكتة حتى نفسي. قعدت أكتب كل حاجة على الورق، كل التفاصيل، كل الأصوات، كل ظل وكل صفحة وكل صورة وكل رسالة وكل همسة سمعتها، كل حاجة علشان أعرف إن اللي يسمع القصة ممكن يكون هدفه الجاي. لا تاني، قعدت أكتب كل حاجة على الورق، كل التفاصيل، كل الأصوات، كل ظل وكل صفحة وكل صورة، كل رسالة اتقالت وهتتقال وكل همسة سمعتها، كل حاجة عشان أعرف إن اللي يسمع القصة ممكن يكون هدفه الجاي، وإن الكيان مش بيرحم، وإن ملف 304 مش بيتقفل، وإن رحلتي ما انتهتش، دي ممكن تكون لسه بتبتدي.